ياسمين بنت شقية حلوة، جسمها جامد زي ما بنقول كده بالمصري، بطل. كان عندها مشاكل مع جوزها وما كانتش مستحملها تعيش معاه، ومن حسن الحظ كانت لسه ما خلفتش منه. قررت تهرب من بيتها اللي هو بيت جوزها، وده كان في قرية في محافظة غير القاهرة. ولما هربت جات على القاهرة على بيت خالتها، بس خالتها كانت شخصية زبالة ومادية وعندها استعداد تبيع جسمها عشان الفلوس. وجوز خالتها أكيد يعني الطيور على أشكالها تقع، وكان عينه دايما على ياسمين، وكان دايما بيضايقها ويتحرش بيها. زي ما قلنا البنت كانت حلوة وجامدة وشقية وتجنن أي راجل. هو كان فاكر إن عشان هي عايشة معاهم وهو بيصرف عليها أكل وشرب وسكنة ببلاش هترضى وياخد منها اللي هو عايزه. بس لأ، لما تشوف حلمة ودنك. ياسمين قررت تشتغل، والحمد لله اشتغلت عند راجل كبير في السن معدي ال65، عنده مطبعة، بس كان راجل وسخ. رغم إنه عجوز كان بتاع نسوان، وكل ما تيجي واحدة تشتغل معاه في المطبعة لازم يحاول معاها، وفي اللي بتسيب له نفسها وفي اللي بتسيب الشغل وتمشي. وطبعا اللي جابت لها الشغل ده خالتها، ما هو طبيعي الراجل بتاع نسوان وخالتها شمال. كان في شاب واحد صنايعي شغال في المطبعة، وصاحب المطبعة كان بيعتبره زي ابنه وما كانش بيخبي عليه أي حاجة، حتى اللي كان بيعمله مع الحريم كان بيحكيهوله. لما جات ياسمين الشغل كان الشاب ده في أجازة 3 أيام لظروف خاصة بيه، بس كان بيروح المطبعة ساعة كل يوم يسلم على صاحب المطبعة ويقعد معاه شوية. صبح ياسمين أول يوم ليها في الشغل، الشاب راح آخر النهار عشان يسلم. شاف ياسمين وشافته لأول مرة، عجبته البت، كانت جامدة، عينيه ما سابتهاش في الرايحة والجاية يبص عليها. ولما ياسمين تحس بيه وتبص عليه يودي وشه بعيد قبل ما تشوفه. جننها وجننته. الشاب قاعد في المكتب مع صاحب المطبعة، جاله تليفون، خرج بره عشان يتكلم، ولما رجع لقى ياسمين قاعدة على الكرسي اللي كان قاعد عليه. بهزار: قومي لو سمحتي، الكرسي ده بتاعي. هي: لا مش قايمة. هو: شوفي لك كرسي غيره. هي: شوف لك انت كرسي غيره، انا خلاص قعدت. هو شد الكرسي، هي شدت الكرسي، كل ده هزار وبيضحكوا. هي وقفت، هو في ايده خشبة صغيرة بيستخدموها في الشغل، ضربها بيها على التوتة من ورا. أوبا أوبا! البنت اتصدمت من اللي حصل، ملامح وشها باين عليها الزعل وباين عليها إنها هتبكي، وشها جاب ألوان. خدت الموضوع على صدرها بحساسية زيادة، صعبت عليها نفسها وحست بالإهانة قدام صاحب المطبعة. راحت في أوضة تانية وهاتك عياط. بعد شوية خرج صاحب المطبعة، الشاب قاعد مكانه، البنت جت وقعدت على كرسي المكتب، هي وهو لوحدهم. البنت عايزة تنتقم، فضلت تتكلم وتقول كلام مستفز والشاب ساكت. بس لما زودتها قال لها: خلاص كفاية، أنا ساكت بس عشان عارف إن غلطت وما كانش ينفع أعمل معاكي كده. بس هي مش ساكتة. الشاب قال لها: طيب خليكي انت غني مع نفسك وأنا ماشي، وسيبها وخرج. وقف بره المطبعة، كان صاحب المطبعة واقف بره، اتكلموا مع بعض، وصاحب المطبعة حكاله حكايتها إنها هربانة من جوزها وإنه حاول معاها، وقالت له: مش هينفع، أنا على ذمة راجل، لما اتطلق نبقى نشوف الموضوع ده. الشاب مشي راح بيتهم، وتاني يوم جه المطبعة برضه آخر النهار بعد ما خلص اللي وراه. كان صاحب المطبعة قاعد لوحده في المكتب والبنت مش موجودة. الشاب بيسأل في نفسه: راحت فين دي؟ يمكن زعلت ومشيت من الشغل عشان اللي عمله معاها، ولا زعلت من صاحب المطبعة عشان اللي اتكلم معاها فيه. الدماغ بتودي وتجيب. مرة واحدة لقيتها داخلة علينا المكتب وبتسلم عليا وبتقولي: حبيبي عامل ايه؟ الشاب اتصدم: ايه ده؟ هي بتكلمني انا؟ دي مجنونة ولا ايه؟ احنا امبارح بالليل مهزقين بعض وضاربين بعض، والنهاردة تقولي حبيبي؟ سلموا على بعض وهزار وضحك زي ما يكون يعرفوا بعض من سنين، وكأن ما حصلش اي حاجة بينهم تزعل. بس اليوم التالت نفس الموضوع، هزار وضحك والحياة حلوة بينهم. صاحب المطبعة عطى المفاتيح للشاب عشان يفتح الصبح، عشان هو كان معاه مشوار وهيتأخر لحد بعد الظهر. الشاب فرح من جواه: أنا وهي الصبح هنا لوحدنا، محدش معانا. بس طبعا مبينش وخلى فرحته جواه، وطبعا الكلام كان قدام البنت. اليوم خلص وكل واحد مشى راح بيتهم، والصبح الساعة 7 تليفون الشاب بيرن. مين على الصبح؟ بيشوف التليفون، كانت البنت بتتصل: ألو، صباح الخير. الشاب: صباح الجمال والعسل، أحلى صباح ده ولا إيه؟ البنت ضحكت ضحكة فيها إثارة ودلع: ماشي يا عم، يلا بقى قوم عشان ما تتأخرش، مش عايزة أروح واستنى في الشارع. مش أنت برضو اللي هتفتح؟ الشاب: أنا. ده أنا حظي الحلو. الشاب قام بسرعة، استحمى على السريع، لبس، نزل نص ساعة كان هناك. المكان قريب من البيت،
وهي كمان كان المكان قريب لبيتها، نص ساعة كانوا هناك. وبعد الصباح والدلع والضحك الواد فتح الباب، دخلوا وقفلوا الباب وراهم. البنت ابتدت تنظف المكان وتعمل حركات مثيرة بجسمها وتوطي قدامه. كل ده وهم بيتكلموا ويهزروا، الواد ماسك ايد البنت بالمقشة اللي ماسكاها وقال لها أساعدك، وهي بضحكة مثيرة وكأن صوت الضحكة بيقول له أنا عايزاك خدني. قالت له اوعى كده، انت بتعمل ايه؟ الواد سخن أكتر، خد البنت في حضنه، بسها في شفايفها وهي تقول له بصوت تعبان دايب رايح في المتعة: اوعى كده، مش هينفع اللي بتعمله ده، اوعى كده مش هينفع. الواد يسمع صوتها كده يسخن أكتر، لحد ما خلاص الواد والبنت جسمهم اتلخبط على بعضه واللحم دخل في اللحم. الواد حب البنت والبنت عشقت الواد. ودي كانت أول مرة، ولسه الحكاية ما خلصتش، لسه الحكاية مستمرة. صاحب المطبعة اللي كان عايز البنت واللي فاكر إنه هيطولها لما تتطلق، والواد اللي صاحب البنت وخب على صاحب المطبعة، والبنت اللي عشقت الواد وبقت هي اللي تقوله يلا بينا عايزاك. هنكمل القصة في جزء تاني.